ده هيخليني اسال سؤال مهم جدا. اتفضلي. هقول لك عليه، يعني عايزه اطرحه على حضراتكم. مسوده الدستور بتقول ان الانتخابات تبقى فرديه مش قايمه. ده هيعمل ايه في المراه؟ ده موضوع مهم جدا حضرتك طرحتيه. ده ممكن نقعد نكمل البرنامج عيشي زي ما حضرتك عايزه. طبعا حضرتك عارفه انه الانتخابات الفرديه فيها تحدي كبير جدا لفئات معينه. ايوه. منهم المراه، الشباب، الموارد قليله. المراه طبعا لانها اكيد ما عندهاش الموارد اللي متوفره لرجال الاعمال. فئه الشباب اللي هم صنعوا الثوره، اللي هم المفروض يكونوا موجودين في البرلمان وفي المحليات وفي المشهد وفي الحكومه، وبالذات العناصر الكفءه اللي المفروض تاخد فرصتها وتاخد فرصه ان احلامها واملها لمصر، وهي اللي تملك المستقبل، انها تكون موجوده وتكون مشاركه في صناعته. كمان الاقباط نفس الفردي بيحط تحدي كبير جدا على الثلاث فئات دول بالذات. ما هو كان الرد يا استاذه داليا عشان قالوا ان هو القوائم بيتم تسريب فئات غير مرغوب فيها على هذه القوائم. النقطه دي عيب القوائم ان احنا شفنا اشكال ما كانش ليهم اي علاقه بالسياسه او بالتمثيل من اي نوع بصراحه. اشكال يعني نوعيات مع احترامي ليهم كلهم قليله الكفاءه تماما، ما عندهاش اي خبره سابقه، لكن حظها ان كان على راس القائمه حد قوي وكان بيتذرعوا بالدين واختار حزب الدين. واحنا كان الشعب المصري الطيب بيقول ما حكموش قبل كده التيار الاسلامي بما فيهم الاخوان، نديهم فرصه. احنا ما جربناش، عايزين نجرب بقى الشريعه بقى والحكم والاسلام والدوله الاسلاميه. ما جايز الشعب المصري الطيب بتاعنا هو اللي راح ليهم تعاطفا معاهم من انهم كانوا سبق اعتقالهم او شيء من هذا القبيل. تعاطف معاهم مش ايمانا، ودي كانت الطامه الكبرى. ولكن سنتين ونص انا بشوفهم الشعب المصري اتخرج بالجامعه واخد دكتوراه في في الحياه السياسيه، في الديمقراطيه، في الممارسه. يعني اعتقد عوض النقص الحياه الديمقراطيه في 40 سنه او لا من 60 اكتر من 60 ما مارسش ديمقراطيه بالمعنى الحقيقي خالص. حتى لما حكم حزب الوفد لما كان في السلطه كان برضو قد ايه 7 سنين كلهم على بعضهم، وحكومات تتحل وترجع. فالوضع حاليا وده الشيء المبشر، الوضع دلوقتي ان الشعب المصري شاب عند التوقف بكل طبقاته، حتى اللي ما لهمش حظ من الكبير من التعليم، لكن الخبره القاسيه اللي احنا مرينا بيها كلنا بتخلي انه اللي اتلسع من الشوربه ينفخ في الزبادي، اللي اتلسع من النهضه. بس عيب تاني، اقيم تاني الموضوع الفردي، انه انت وانت نازله باسم حزب، نازله ببرنامج الحزب، نازله ومعروف البرنامج ده بيدعمك فيه قيادات الحزب، يعني برنامج اكيد متكامل. انت وانت لوحدك لو ما دعمكيش الحزب، او لو ما كنتيش مدعمه ماديا بشكل اللي يسمح لك ماديا وسياسيا. لان العمليه الحمله الانتخابيه مش بس مش ماده بس. فاذا انت نزلتي فردي باسم حزبك، حزب الدستور مثلا اللي انا بمثله، لو نزلتي باسم الحزب بالبرنامج بتاعه وكان في دعم حقيقي، وكان الحزب مقتنع بانه المرأة زي الرجل، واعتقد دي يمكن مش موجوده قوي في حزبنا، يعني ليها حلول. وزي ما انت عارفه عندنا قيادات كتير نسائيه محترمه. اكيد. يعني برضو هنا يعني اللي بيقلق ان يعني هل هو الاقتراح ان هو يبقى يتم ان يكون في نظام مختلط، يبقى ما بين القايمه يبقى ليها نسبه والفردي ليه نسبه تاني ونرجع ليها، ولا يعني هو في كثير من الاحزاب اعلنوا عدم موافقتهم على الموضوع الفردي. يعني ما وافقوش. بس برضه في نفس الوقت لابد ان هو لا بيكون هناك ضوابط لانتخابات القايمه، لان انا مش عايزه ان احنا ندخل في نفس الدايره المظلمه اللي دخلت لنا زي ما تفضلت الاستاذ داليا، دخلت لنا اشخاص ابعد ما يكون عن الواقع السياسي المصري، لمجرد ان هم موجودين على قائمه واحد فارس، واحد قدر
يزق ويدخل بايا كان بقى، بزيت وسكر، يدخل من غير زيت وسكر، المهم ندخل عشان برضو ما نديش يعني مش عايزه اتهم اي حد من الاحزاب. فحضرتك شايفه المخرج من هذه الازمه ايه عشان المراه يبقى ليها تمثيل يليق بيها؟ هي في مشكله بالنسبه للفردي للمراه وللشباب وللاقباط. هي دي هتبقى دي وانا ارفض ان احنا يتقال علينا يعني مع الاقباط ومع الشباب ولا المراه ان احنا اقليات. لا، احنا زي مش أقليات. ما اتعمل في ثوره 52 العمال والفلاحين عشان يتعمل لهم الكوتا دي عشان يبقوا موجودين في مجلس الشعب. اعتقد ان هي في الغاء اتلغت في لا اللي هتبقى موجوده برضو وما ضافوش ليها المراه ولا الشباب ولا الاقباط. طب دي مشكله تانية. طب انت هتعمل نظام فردي في مميزات في الفردي، ما انا هقول لك مميزات الفردي ومميزات بس هستأذنك يا استاذه سميره عشان خلاص الوقت خلاص بتاع الفقره للاسف، عشان بس اعرف راي الدكتوره رحاب في الموضوع ده. لكن احنا الفتره القادمه محتاجين ان احنا نلتقي بنماذج زي حضراتكم عشان نشوف المخرج من ان المراه يبقى ليها دور فاعل. ان هي المراه ليها دور فاعل، بس من يفعله اللي هم القيادات اللي هي المفروض اللي بتفعل هذا الدور، اللي مسؤولين. فحضرتك اتفضلي يعني سريعا نقول المميزات اللي وجهه نظرك للطرفين. عندنا القيادات بالنسبه لرؤيه الحزب بتاعتنا، عندنا القيادات بتمثل المراه في 30% او 33%، حتى في الهيئه العليا بتمثل المراه في 33%. على مستوى مصر كلها بالنسبه للدول المحافظات اللي فيها مدنيه شويه تمثيلها تقريبا 20%. المحافظات الريفيه بتتراجع بتبقى تقريبا 10%. لكن دور المرأة مش ان هي تجيب الناس عشان ينتخبوا الناس، لا. ازاي نقدر، يعني ده هيخليني بس اختم بالسؤال ده، ازاي اقدر اغير مفهوم لما يجي الوقت اللي هو النظام الفردي وهو ده اللي تم الاستقرار عليه، واتمنى ان يبقى يطرح الموضوع بشكل كبير على مائده تفاوض عشان يبقى نصل للشكل الافضل لينا بالظبط كده. الوقت ازاي اقدر اغير مفهوم ان اللي رايح ينتخب لما يلاقي قدامه واحده ست وقدامه راجل يقول لك لا الراجل اضمن يا اخويا، لا ماليش دعوه انا هدخل. حتى الست نفسها هي اللي بتعمل كده، مش بس. برافو عليك برافو عليك، انت جيتي للكلام الجميل كده. بصي هقول لك على حاجه، احنا بالنسبه للقائمه او النظام الفردي ده له مميزاته وله عيوبه، وده له مميزاته وله عيوبه. المشكله بتاعتنا كلها في قانون تقسيم الدوائر الانتخابيه، انها كبيره جدا جدا وصعب التعامل معاها. حتى اذا بتروح الناس هم ما يعرفوش اصلا. يعني انا بنزل لدايرتي عارفيني، لكن الدايره كبرت انا هروح لناس هم مش عارفين. هم كبروها عشان اغراض بتاعتهم. فاحنا فده مهم جدا جدا ان احنا نبص لتقسيم الدوائر الانتخابيه. اما لمميزات النظام الفردي هنقدر نتعامل معاها ونقدر نتجنب عيوب هذا النظام. بالنسبه بقى ازاي ان انا يوصل الناخب لان هو ما يميزش بين الرجل والمراه، وخصوصا ان المراه نفسها عندها تمييز ضد المراه. فاحنا محتاجين شغل كتير قوي قوي يا منى مع المراه من سن صغير، وعاوزين مش بس ان احنا ننتظر ان المراه تصل لسن الكبير عشان تبتدي تشارك في العمل السياسي، لا ده احنا عاوزين صغيره. بالظبط كده. يعني انا فعلا سعيده بوجود حضراتكم معايا النهارده. اتفضلي. نقطه مهمه جدا، تنقيه الجداول الانتخابيه قبل اي انتخابات عشان المشكله اللي موجوده بالظبط. يعني هو قاعد. اتفضلي تسمحي لي، في حاله اصل محسن رجل مخرج النهارده، فهو رجل، فهو يعني عمال يقول لي بيمارس سلطه الرجل عليا، عمال يقول لي يا منى والفقره اللي جايه وبتاع. فانا بقول لكم يعني في حاله المفروض هيحصل لسه حوار بعد الشيء عن النقطه دي وايهما افضل. لكن لو لجأنا انا ده رايي، يعني لو لجأنا، ورأيي على فكره مجموعه من السيدات كنا مجتمعين اول امبارح وكنا بنتكلم في ايه المخرج لو هيتمسكوا بيه الفردي يبقى نحاول نرجع الكوتا اللي هي تمكن
انه اللي على الأقل تضمن عدد من المقاعد المرأة ولا بتنافس امرأة بالظبط. وده انا بعتبره أسوة بنسبة 50% عمال وفلاحين اللي هي بيستاء استخدامها أصلا، ما بياخدهاش العمال والفلاحين. أحيانا رجال أعمال بيدخلوا متخفيين في صفة عامل وبتبقى يعني هي الضوابط يا فندم هي اللي هتعيد الموضوع أكتر. أو إن احنا نعملها قوائم، وتكون القوائم هي النسبة الأعلى، يعني 75% قوائم، وندفع بالأحزاب المدنية إنها تحط المرأة في أماكن في مراتب متقدمة على الأقل نمرة 2، بحيث إن احنا بالشكل ده مش محتاجين كوتا، واللي هينزلوا فردي عندهم لسه فرصتهم بحيث إنه ما يتمش الحجر على أي الطرفين أو أي النظامين في الانتخاب. أنا بشكر ضيوفي العزيز، ضيفاتي العزات، الأستاذة سميرة الجزار، عضو مؤسس بالحزب المصري الديمقراطي وأمينة المرأة بأمانة وسط القاهرة وعضو بالهيئة العليا. أهلا بحضرتك معنا وبشكرك، وأتمنى، أنا سعيدة إن حضرتك ده أول لقاء ليكي معنا على الهواء، لكن أكيد لينا لقاءات متكررة بإذن الله. والأستاذة داليا الأسود، عضو مؤسس بحزب الدستور، شكرا ليكي. والدكتورة رحاب مسعد، مدرس بكلية البنات جامعة عين شمس وأمينة المرأة في حزب مصر القوية. أهلا، شكرا لحضرتك. حزب مصر بس بحزب مصر بس حزب مصر بس. اصل والله احنا لقينا حزب مصر القويه وحزب مصر المتضايقه وحزب مصر احزاب كتيره. احنا حزب مصر بس. انا بقى كده امينه المرأة في حزب مصر، متضايقه زعلانه فرحانه، احنا في حزب مصر بس. انا بشكركم واتمنى ان يبقى لينا لقاءات اخرى، لان احنا محتاجين ان احنا نوعي المرأة والناخب باهميه انتخاب المرأة ويكون لها تمثيل يليق بمكانتها. شكرا لحضراتكم. اعزائي المشاهدين، بعد الفاصل نلتقي معايا تاني. منصورة